اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يا صباح النور والسرور ويا مساء العسل على عيونكم الحلوين على حسب الفيديو ما ينزل لحضراتكم. زي ما انتم شايفين كده المقدمة بتاعت الاكل، عاملين مكرونة بصلصة وعاملين كبدة بالبصل وبالفلفل زي ما انتم شايفين، وحبة طماطم كده بالخيار، وكان معاهم طبق كان موجود عندي من الاول بتاع الممبار. بس فكان موجود عندي، فقلت ايه طلعته كده استغليته بدل ما هو مركون. الحاجة لما بتقعد في الفريزر كتير طبعا طعمها ايه بيغير، فمش هينفع. قلت خسارة، بدل مثلا ما يتركن واجي اطلعه ارميه، احنا اولى بيه برضه. ده انا ما كنتش عاملاه على فكرة، كان جايلي كانت امي بعتهولي مع حاجات تانية. وانا زي ما انتوا شايفين اهو حطيت قبل يعني ما جاش في التصوير، حطيت حبة زيت صغيرين وحبة ملح. كنت بعمل مكرونة اسباجيتي ومكرونة اللي هي المقصوصة اللي هي انتوا شايفينها دي. هنقلبها عشان ما تمسكش في بعضيها طبعا. ودي هنا كنت خلصت طبعا، صفيتها وشطفتها طبعا من النشا اللي فيها، وحطيت عليها حبة زيت اهو بقلبها قدامكم زي ما احنا عارفين علشان ما تمسكش في بعضها. بعتذر عن اي صوت معلش، لان انا دلوقتي بسجل الفيديو ده الساعة 2:30 بالليل بمنتجه. هنا زي ما انتوا شايفين انا بقطع قطعت بصلاية وهنفرمها مع بعضينا. مش عايز ينام. بعتذر عن الاصوات يا جماعة، الوقت متأخر، بعتذر معلش. الكبة كانت هنا مش عارفة معصلجة معايا ليه بقالها كام مرة، فتقريبا ايه هي حست ان انا جبت واحدة تانية فايه اتعوجت عليا. خلاص بقى انتي اجيبي حد تاني، طب انا هقرفك. انا جبت واحدة تانية لان هي وقعت مش مني يعني، مش عارفة، انا دخلت المطبخ لقيتها مشروخة من الجنب. فطبعا يعني اكيد حد من بناتي راح ايه وقعها وبيعمل حاجة او كده، وقعها وراحت وقع مني قدر الله ما شاء فعل. فلو مثلا عصرت فيها حاجة بمية بسيطة بتنزل. حصلت قبل كده كانت منزلة المية بتاعتها على الرخامة، فقلت كده كده مش مشكلة طالما يعني ربنا ان شاء الله يكرمني واجيب واحدة، ففعلا ربنا كرمني اجيب واحدة. جبت واحدة ساعة ما اتكسرت ما كنتش جبت لسه، فقلت ان شاء الله ربنا يكرم واجيب واحدة، والحمد لله جبتها. هنا بوريكم القوطة والخيار دول اللي انا كنت منزلهم معاكم قبل كده. فانا مش هاخد المشتريه طبعا جديد، طبعا مش هاخد انا الجديد وهسيب القديم لا قدر الله يبوظ ويترمي، لا حرام. زي ما احنا متفقين مع بعضينا الحاجه غاليه والدنيا غاليه، فنلم ايه دنيتنا كده وحياتنا، وفي نفس الوقت عشان حرام. فاخدت زي ما انتوا شايفين القديم، هعمله صلصه، وفضيت الجديد بقى زي ما انتوا شايفين معانا، حاجه طازه وفريش كده شكلها جميل ويفتح النفس ازاي. بس بقول لكم دوت الخيار الطازه الجديد باين عليه طبعا، ودوت القديم. القديم طبعا كبر في السن وعجز وخلاص، والصغير ما شاء الله من الزيت طازه بقى. حاجات بتبقى صغيره ملهاش لازمه، بس ما بعرفش اخبيها عليكم، يعني لازم احكيها لكم. هنا الخيار اهو بطلعه تاني، هتقولي بتطلعي تاني ليه ده انتي لسه حاطاه، اقول لكم انا هرصه على الجنب التاني. عندي قطعيت صغننه ما بيسيبوش الحاجات دي في حالها، يعني اللي دخل المطبخ في طريقه، ماما اخدت خياره، ماما اخدت طماطمايه كده يعني. فانا بسهل الامور للي عايز حاجه ياخدها، للي داخل ايه ياخد اي حاجه. انا بقول حاجات برضو ايه يعني مغذيه،
حاجات حلوة برضو للجسم، الخضار والحاجات دي حلوة للأطفال، لأن أنا عندي يعني ايه اللي مبيحبش الأكل ده مبيحبش الأكل ده، فلما يدخل ياخد أي حاجة أيا كان حتى لو هي غالية طبعا مش عايزاها عن ولادي، وطبعا انتوا كده كمان أكيد يعني. بس زي ما انتوا شايفين كنت غسلت القوطة اللي هي القديمة، مش قديمة أوي يعني، هي كانت اللي كانت عندي يعني، غسلت القوطة وطبعا ايه هعصرها معاكم. والجديدة زي ما احنا ايه اتفقنا شلتها تاني مكان اللي انا اخدتها. بس كده زي ما انتوا شايفين معانا، بجد اللي هيدوق طريقة الكبدة دي لو عملها والله ما هيعمل غيرها بعد كده. يعني انا في نص الموضوع عشان ما اكذبش عليكم انا ندمت ان انا عملتها، يعني قلت يا نهار ابيض إيه اللي خليني اعمل الطريقة مثلا دي او ابقى دلوقتي. عفوا معلش عن الفيديو اللي عمال يتقطع معاكم، بس ايه كنت برد على التليفون. وكده زي ما انتوا شايفين اهوت ايه فرمنا القوط طبعا، وهنا البصلة اتحمرت، نزلت عليها بص بنص معلقة توم، بتدي بقى ريحة جامدة جدا في النهاية كده. زي ما انتوا شايفين كده خلاص اهي، هي البصلة اتحمرت، انا متوقفة بس على التومة مش اكتر من كده. معلش بعتذر، ما كانش التليفون يبقى الباب، هو كان جوزي جاي من الشغل فكان بيرن عليا الاول على التليفون، يعني لو عايزه حاجه او كده وهو طالع، وبعد كده بقى ايه بيرن الجرس ولا ايه. فمعلش عامل لكم ازعاج الفيديو ده. كده خلاص كانت التومه خلاص اتحمرت هي كمان، هنصفي القوطه بقى زي ما انتم شايفين اهو. اكله سريعه ما اخدتش وقت معاكي خالص، بس بجد التجربه بتاعت الكبده بجد عجبت كل اللي في البيت. سلام بقى وانتي بتاكلي الكبده كده مع عصره ليمونه، ياه انا واكله وبمنتج الفيديو حاسه ان انا جوعت وعايزه اكل تاني. المزازه بتاعت الليمون كده بتديها طعم تاني خالص، بتنزلها لك في حته تانية خالص. وهنا زي ما انتوا شايفين اهو حطيت الكمون الفلفل الاسمر والملح، انا حطيت ايه نسبه بابريكا بسيطه قوي ما كانش فيه صلصه. بس كده خلاص وهنسيبها تتسبك مع ايه مع نفسها. ودي الكبده انا حطيت لها معلقه سمنه بلدي وحبه زيت صغيرين، اهم حاجه تكون ايه السمنه تكون مقدوحه جامد عشان تنزلي بالكبده على طول، ما ايه يعني ما تنزلش منك اي سوائل، انت طبعا ايه في غنى عن اي سوائل من الكبده، فلازم تبقى ايه السمنه او ايا كان اللي هتحطيها ماده دهنيه تكون ايه يعني سخنه جامد يعني. تنزلي بيها على طول زي ما انت شايفه ايه اخدت صدمه، تقلبيها بقى شويه كده حلوين لحد ما تغير اللون بتاعها. نزلت عليها بحبه كمون وملح وفلفل اسمر، طبعا ايه هو الحاجه الرئيسيه في مع الكبده يعني. العشقه بتاعت الكبده فلفل الاسمر. كده زي ما انتوا شايفين اهو، المفروض كنت انا يعني اشيل الكبده خالص واحمر البصليه مكانها على طول، بس انا قلت مش مشكله لان انا مش هديها يعني تشويحه جامده ولا حاجه، ده هي تقلبتين، فجبت الكبده كلها على جنب واحد ورحت ايه حاطه البصله في الجنب التاني. دي الغلطه اللي انا بقول لكم عليها اللي انا كنت زعلانه عليها جدا. المفروض انا لما بعملها كده بشيل الكبده من مكانها خالص زي ما قلت لكم، بخليها في نفس السوائل نفس الحاجه الحله بتاعتها، وبنزل بالبصل افضل اقلبها لحد ما تدبل كده تاخد ايه نص سوا،
وبروح نازله عليها بالكبده تاني. هتقولي لي ايه الفرق؟ هقولك الفرق اللي انا عملته دلوقتي معاكم. الفرق ان انا هفضل اقلب فيها ومش هغطي الكبده خالص، لان انا خلاص حمرت البصله كويس ورحت نازله عليها بالكبده تاني، فالبصله دبلت خلاص، هي كده مش صح معايا. لا انا غطيتها ليه؟ غطيتها لان البصله كانت لسه حيه معايا، انا شايفه البصله موجوده، فده اللي كان مضايقني. المفروض ما يبقاش حاجه باينه خالص من الكبده غير الكبده والفلفل، هو بس اللي بيبان. فالحمد لله الخيره في مختارها الله، اللي تخافي منه ما يجيش احسن منه. طبعا انا لما غطيتها شويه كان البصل طبعا شرب من الكبده ومن الصوص بتاعها وكان دبل، طلعت احلى من اللي انا بعملها غير كل مره. والتجربه اللي انت تخافي منها مش هيبقى في احسن منها باذن الله. كده كنا خلصنا المكرونه زي ما انتم شايفين، وادي السجق كنا حمرناه او الممبار عفوا. اوريكم المكرونه عامله ازاي. عيالي بيحبوها زي الاندومي كده، مش بيحبوش ان انا اعملها مكسره صغيره او كده. هما لو عليهم مش عايزين نكسرها اصلا، يعني بيقولوا لي ماما خليها زي ما هي كبيره، بس انا مش برضه عشان معايا اطفال برضه، فمش هيعرفوا ياكلوا، اتبهدل الدنيا. ودي كده زي بوريها لكم، بصوا عامله ازاي، مفيهاش اي كلام، يعني هي بتتكلم عن نفسها الصراحه. كبده معانا. الاكله دي بقى كانت عايزه جنبيها بتنجان مخلل، بس ما كانش عندي، فعملت طماطم وخيار. وادي الشكل النهائي يا حبايبي الفيديو. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم والتقديم يعجبكم، متنسوش اللايك والشير فضلا ليس امرا علشان يوصلكم كل جديد معانا، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك معانا عشان الفيديو يكبر بيكم ان شاء الله. اشوفكم بمشيئة الرحمن في فيديو جديد، تصبحوا على خير.